موقف محرج من عمر الشريف لما ضرب صحفية في مهرجان الدوحة أمام آلاف الكاميرات. اتفاجئت الصحفية وعصبية عمر الشريف لما كانت عايزة تعمل معاه لقاء صحفي، فراح اتعصب عليها وضربها بالقلم. لكن في لقاء لعمر الشريف تاني صرح بأن الإنسان كل ما بيكبر في السن صبره بيقل، لأن الوقت بيقل، وإنه ندم لأنه ما كانش من حقه يعمل كده واعتذر لها. لما زعقت كده ندمت عليها على طول بعديها، لان دي في لحظتها ندمت. انا قبلت ندمك. لا مش لكن زعلان. انا ندمت من غير ما اقول لك، بس ندمت لان ما كانش حقي اعمل كده يعني. اتنرفزت في الاول، بس انا امتصيتك عشان مش انت انا بس عارف انك انت مش انت بس بسيكولوجي، انا كمان. وزي ما شفنا عمر الشريف النجم العالمي عمل لقاء مخصوص مع الصحفية وأظهر ندم واعتذر ليها قدام العالم. لكن عمرو دياب لما ضرب الشاب المصفوع بالقلم ما اعتذرش ليه؟ كان هيفرق جدا مع جمهوره انه يظهر ندمه وغلطه، هو مش كبير على الاعتذار.